السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم البنات واحد الشوربه او حريره بالشوفان بطريقه جديده وحصريه ولاول مره غادي تشوفوها. كتجي من اروع ما يكون، فكنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم واعجاب وليداتكم. بطبيعه الحال الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساونيش من لايك ديالكم، تعليقاتكم اللي كتشجعني. كذلك الا كنتو كتزوروا القناه لاول مره ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا عندي الشامبينيون كناخذو كنمسحو هكا غير بين يديا، ما كنغسلوش، فيستحسن الشامبينيون ما يتغسلش او الفطر. ثم كناخذ واحد السكين وغادي نقطعو الى قطع اللي كتكون هكا رقيقه. وبنفس الطريقه البنات كنقطع فلفله حمراء وكنقطع البواغو او البورو، واحد الحبه من البورو كنقطعها حتى هي الى قطع رقيقه ودائريه. وعندي شويه ديال الصدر ديال الدجاج اللي حتى هو قطعته صغيور. من بعد كناخذ طنجره كنوضعها فوق النار، كنوضع فيها شويه ديال الزيت وكنوضع فيها البواغو او البورو. بالنسبه للبورو البنات الا ما عندكمش ممكن تعوضوه بالبصله، كتاخذوا بصله وكتشلضوها رقيقه وكنخلي البورو كيتشحر شويه على نار تكون مهيله الى متوسطه. ثم غادي نضيف ليها المكونات الاخرى. فانا هنا وضعت الصدر ديال الدجاج والفلفله، وغادي نضيف الملح اللي كتملح لينا، فالملحه كتبقى على حسب الذوق والرغبه. وغادي نحركهم شويه ونغطي عليهم نخليهم يتشحروا واحد شويه، واحد دقيقه تقريبا. من بعد غادي نضيف الشامبينيون وغادي نضيف شويه ديال الفلفل او الابزار. فإلا عندكم دقوق كتضيفوا راس معلقه فقط ما تكثروش. كذلك كنضيف القليل من الخرقوم البلدي، شويه واحد راس معلقه. بهذه الطريقه هذه كنحافظوا على المذاق ديال الخضر كتبقى هكا مزيانه. فلما كنكثروا العطريه راه حنا كنهرسوا المذاق ديال الخضر وكنخليهم يتشحروا شويه. ثم كنضيف واحد الكاس ديال الشوفان وغادي نضيف الماء المغلي. فالماء غليته من قبل حتى كنعمرو على فضروري كنعمرو على الخضر وعلى الشوفان لان الشوفان كيشرب الماء. وتنغطي الطنجره وتنخليها تقريبا 15 دقيقه على نار متوسطه. فالشوفان دغيا كيطيب، كذلك هاد المكونات كلهم اللي واضعه كيطيبوا بسرعه ما كيتعطلوش. صافي هنا بعد ما طابت جميع المكونات في هذه المرحله البنات كنضيف واحد نص كاس ديال الحليب. فهذا اختياري، الا ما بغيتوش ما تضيفوش، وممكن تضيفوا حتى الكريمه الخاصه او الكريمه السائله الخاصه بالطبخ. انا وضعت غير الحليب هو اللي متوفر عندي. صافي وغادي نطفي النار. لما كيغلي شويه كنطفي النار، عاد كنضيف القزبر والمعدنوس اللي قطعته رقيق باش كيطلق هذاك المذاق ديالو. في الاخير كيبقى المذاق ديالو زوين في الشوربه ديالنا. كيف ما كتشوفوا هنا طفيت النار، كنخلي الشوربه كترتاح واحد 5 ديال الدقائق وتنقدموها بالصحه والراحه مع التمر مع اي حاجه تقدروا تقدموها. كنتمنى البنات تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ومره اخرى الى عجبكم هذا الفيديو ما تساونيش من لي لايك ديالكم ومن التعليقات ديالكم كذلك اللي كتشجعني. ولا كنتو كتزوروا القناه لاول مره ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. والشوربه ديالنا كتجي يا سلام. المذاق البنات كيحمق صراحه، مذاق ولا اروع. كنتمنى مره اخرى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. والى اللقاء.